على طول حسام عاشور يحط الكرة الأمامية بتاعته لحمودي. أحمد حمودي يلعب مع علي معلول، عايز يلعب العرضية، لم بشكل حلو، عمل العرضية والرأسية من الوضع طائرا إلى خارج الملعب تماما من وليد سليمان اللي داخل يعني في المكان المفروض يكون فيه كولوبالي، لكن كولوبالي كان متقدم شوية. لعبها علي حلوة، الملعب في اليمين يسند عبد الله، ومرة تانية حمودي لعبد الله داخل منطقة 18 بيعلي الكرة وكولوبالي اخطر، واول كرة فيها ملمح خطورة، هو نفسه بيقول له شكرا، انما يعني ملعوبة حلو. شوف هنا حمودي استلم ليه عبد الله السعيد داخل المنطقة، عبد الله خد اللقطة وعلها له على طول، الراجل يتقدم والتصويبة لكن ترجع، ومرة تانية التصويبة سهلة بجوار القائم بعيد تمام. تبقى ادي سعد سمير عايز يكرر كورته في الداخليه. طالما اللعيب يملك قدم قويه ليه ما يجربش؟ لازم يجرب، واحده والثانيه، واحده تصيب واحده تخيب واحده تصيب زي ما بيقول المثل. انما الحربي المقاولين العرب والعاد لبيته الاول، والتصويبه حلوه فكرتها، انما بعيده ياردتين ثلاثه. حازم امام عمل مشوار حلو من نص الملعب، اخترق ومر وعلى حدود ال 18 بيصوب الكرة الى خارج، معديه به التماس ما لحقهاش، لكن وليد سليمان بيحييه. ما شاء الله على شريف اكرامي، يلعب الكرة دي بالقدم وكأنه بيمرر حاجة، دي مهارة برضو مش اي حد يعملها، انما مهارة ممتازة انك توصل الكرة لزميلك في مستوى يمكن يعني يمكنه من الاستحواذ عليها. ادي مرة تانية حسام عاشور عدى واتحرك ولعب في اليمين ورجعت مرة تانية في قطع الارض، لكن اللعب مع الاهلي والكرة ملعوبة على طول. عبد الله لعلي معلول اللي بيلعب العرضية، مستنيها محمود السيد على طول يطلع بره الملعب، لكن في خطأ. ادي هنا عمل خطأ على كولوبالي لصالح بازوكا، صالح عطوة خد ركنية احمد فتحي، وادي الحوار مع احمد الشيخ. اتلعبت قصيرة على طول لاحمد فتحي ومعدية لكن الى خارج الملعب، ركنية من جديد. شوف سعد سمير كان متقدم يعمل الزيادة العددية وهو بيجيد هذا الدور، كمان نجيب في الركنيات بيتقدم اصحاب الضربات الرأسية والطول الفارع. هيلعبها طويلة المرة دي حمودي، مش هيلعبها قصيرة زي الكرة اللي فاتت، لعبت عالية مستنيها هناك اهو زي ما انتم شايفين. حلوة 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 حلوة، احلى واجمل وافضل ما في 38 دقيقة، اجمل لعبة. شوفوا خدها فيرست تايم على طول يا ولد بوش رجله الشمال، حلوة قوي قوي قوي، سكرو اعلى من العارضة، لو سكنت الشباك هدف. دي السيد ترجع الكرة لسعد سمير، بيسيبوها لشريف اكرامي. خلاص 45 دقيقة بالتمام والكمال، شوط اول انتهى في زمنه الاصلي، ننتظر الوقت المحتسب بدلا من الضائع او المبدد. ادي عبد الله السعيد يلعب الكرة لعلي معلول، كمان وحمودي، وعلى طول السلية وكأنه كان ينتظر الدقيقتين المحتسبتين بدلا من الوقت بدل الضائع. شكل النادي الاهلي من الدقيقة 38 اختلف، وادي السلية كان ليه محاولة خد فيها انذار لارتطام قدمه برأس عبد الرحمن فاروق، لكن السلية يقول لي كابتن حسام البدري هفك لك الاشتباك، هفض لك الاشتباك، هديك فرصة لالتقاط الانفاس، ندخل غرف الملابس بهدوء. ادي هنا الاولانية بتاعت حمودي، كان اهو زي ما انتم شايفين ما فكرش انه يعني يستنى عبد السلية يشوف قرار الحكم في الكرة ايه. عبد الله السعيد لم عدى، ادي حمودي الترقيصة عدى من بازوكا وعلى طول هنا يلمس، لكن يا ولد يا سلية الكرة في الشباك في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع، او الدقيقة 46 من زمن هذا اللقاء. اذا
باحت المباراة بأسرارها مع الوقت المحتسب بدلا من الضائع، مع أول ثانية في الوقت المحتسب بدلا من الضائع. قالت المباراة مرحبا بهدف، ولكن الهدف لم يكن على مرام أصحاب الأرض والضيافة نادي الاتحاد السكندري. ادي هنا استلام من وليد سليمان، تتلعب الأمامية، علي معلول ينطلق ويتقدم ويزقها لنفسه كده ويعدي، لكن معاه على طول معاه حازم إمام بيستعيد ذكريات الظهير الأيمن ويعود كلاعب وسط، لكنه يعاون عبد الرحمن فاروق ويعمل فاول. وصفرة النهاية سيداتي وسادتي أطلقها حكم اللقاء إبراهيم نور الدين معلنا تقدم النادي الأهلي بهدف سجله. حلوة الاستلام مع تغيير مع الدوران كده من أمر، ترجع تاني أمامية، تسلل أحمد الشيخ، غاية وصافرة، ضربة حرة غير مباشرة لصالح النادي الأهلي. هذه الكرة اللي بيتكلم عليها لعيبة النادي الأهلي، إنما علي معلول اهي بتتعاد تاني. قطعت الكرة، محمد عطوة بيلعب أمامية، ياخدها سعد سمير وياخد معاها كمان ضربة حرة مباشرة، بيقول له ارجع مكانها ورا. السولية قدم داخل منطقة 18 في الشوط الأول مرتين، مرة ضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي اللي كتير من لاعبته لعبوا لنادي الاتحاد بعد ما لعبوا في الأهلي، على غرار حسن مصطفى ووليد صلاح الدين، غير الناشئين عادل إمام وحسين فهمي ومجموعة كبيرة جدا من ناشئين النادي الأهلي كان بيبقى الخيار الأفضل ليهم على طول الاتحاد السكندري. وعلى طول التصويبة، يا ولد يا ولد يا ولد، العارضة تتعارض مع عبد الله وتتضامن مع محمود. اكتر من لمسه كده، شفتوا نور ماسك الكرة هو اللي بيمرر. أمامية لأحمد الشيخ، يستلم شحاتة ويعمل عرضية، هشام متعدي، تنزل على طول لعلي معلول، بيعلي الكرة، بيصعب المهمة على نفسه وفي الآخر يطلعها أمامية، تتقطع، ترجع تاني خطيرة، وشريف إكرامي شفتوا الكرة ان علي معلول علق الكرة في منطقة ال 18، لعبها تحت ضغط، هربت من زميله على طول، رجعت تاني. ادي وليد سليمان صحوة اتحادية كان ممكن يبقى فيها هدف التعادل، انما الشريف إكرامي بيحافظ على شباكه ويطلع الكرة بأطراف الأصابع. أول ملمح خطورة، لكن كان بهدية فيها كل الكلام اللي فيها خلاصة الخلاصة. ادي الاماميه الطويله على طول هناك عند علي معلول وعند نجيب، بيأمنوا على الكره تطلع بره الملعب، ضربه مرمى. ادي احمد الالفي كان واخد مشوار، لكن حكم اللقاء قال ضربه مرمى. شريف إكرامي يلعبها، ادي كده بينادي على حد، انما خلاص جده نزل والالفي نزل والغندور نزل، تغييرات الاتحاد خلصت. في المقابل النادي الاهلي مؤمن زكريا نزل وجونيور اجاي نزل. ادي كرة الهدف بتاع السولية على طول، الراجل ما تفلسفش، تصويبة بباطن القدم تسكن المرمى مباشرة. ادي جونيور اجاي، ترجع تاني نجيب مع علي معلول لجونيور، تمر الكرة على طول ياخدها بازوكا، والتاني اماميه يستلم على طول عبد الله السعيد، وبيدور عبد الله على جونيور، ادى الجونيور، انطلق وعنده مساحه، جابها على رجله اليمين وحطها. حلوه الفكره يا ولد، حلوه الفكره، حلوه الفكره، حلوه الفكره، وحلوه الهجمه، وحلوه الجمله.
كلهم بيسقفوا لبعض. الكرة بقت ايه؟ بقت ركنية، انما 3-4 محاولات، 3-4 يعني تمريرات، كل واحدة فيهم بمحاولة بالتصويب على المرمى. عرضة حلوة حلوة الكرة، اجمل ما في الشوط الثاني. دقيقة 77 33 دقيقة. يبحث عن التعزيز في الدقائق الأخيرة باعتبار أنه في وضع هجومي الآن، لكن لا يهم التعزيز بقدر أن يهم طبعا الحفاظ على التقدم. أحمد فتحي خد اللقطة وعرف هيبعت الكرة فين، وعدت 1-2 عدتهم، إنما الكرة برضو الثالثة من مؤمن زكريا بتاع له العارضة. لعب الكرة من محمود السيد، ادي شوفوا حضراتكم، ادي الاولانيه عدت من غالي، وراحت الثانيه عدت من جونيور، والثالثه على طول من مؤمن زكريا بتاع له العارضه. سعيد يزق الكرة قدامه كده ويلعب لجونيور، تتقطع، يرجع مره ثانيه يستلم حسام غالي مع عبد الله السعيد اللي بيلعب الكرة الاماميه لمؤمن زكريا. مؤمن زكريا عايز الاهلي يبقي الوضع الهجومي، تتلعب داخل منطقه 18 والمحاوله يا راجل يا راجل. عبد الله السعيد كرة زي كرة عمرو السولية بالظبط، هتشوفوها مرة تانية. اتلعبت اهي وادي جونيور وحطها، والراجل خدها من تحت لفوق بوش القدم كده. فرصة كان ممكن يحسم اللقاء وينهيه تماما. بنلعب في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع. والكرة الأمامية كالعادة في العمق، انما ياخدها شريف وتقع من ايده، يلحق يجيبها مرة تانية. ادي خالد قمر، خدوا بالكم جول خالد قمر في الدور الاول كان بحاجه زي كده، شبيهه بكده. ادي هنا خدها والاصطدام، انما على طول بسرعه كده قال له رايحه فين؟ قال لها رايحه فين؟ تعالي. رميه التماس، يستلم الغندور، يلعب في الشمال هشام شحاته، مؤمن لكن بيعدي هشام ويلعبها حلوه، ترجع مره ثانيه، بيطلع بره المنطقه ويلعب العرضيه، يطلع الدفاع الاهلاوي، انما المحاوله والخطوره واللعبه على خط 18. بقول لحضراتكم مباراه اصبحت على صفيح ساخن وملتهبه. ليه؟ الاتحاد بيحاول بكل قوته، والنادي الاهلي كل تفكيره انه ينهي اللقاء بهذه النتيجه، وبالتالي يعني الكلام كتير في المدرجات من الطرفين. ده عايز المباراة تنتهي فورا، وده عايز المباراة تمتد إذ ربما، ولما لا. هذه كرة طويلة أمامية على ذات الطريقة وذات المنوال، إنما المرة دي بيسيبوها، وكلهم هنا وقفوا على الكرة اللي فاتت، كرة خط ال 18 بالظبط، لكن ما شفناهاش في إعادة. عموما الاستوديو التحليلي استاد النيل، هذه الكرة مرة تانية أهي، هذه فتحي، الكرة على الخط عدت من تحت قدمه، التطمت بايده، لكن وضعه التشريحي ما يقولش ان هو اللي موقف الكرة بايده. ده رأي متواضع، لا يعني لا يهم اكثر. سنستمع الى التحليل مع استاد النيل. وهي صفرة النهاية سيداتي انساتي سادتي، اطلقها الحكم الدولي ابراهيم نور الدين معلنا عن فوز النادي الاهلي بهدف وحيد سجله عمرو السولية ليرفع رصيده من الفوز في 19 مباراة، وبالتالي 61 نقطة، ويبقى الاتحاد على حاله في النقطة أو عند النقطة 30. سيداتي أنساتي سادتي، مبروك للأهلي، حظ أوفر في قادم المباريات للاتحاد السكندري. والتحية لحضراتكم من معلق اللقاء أشرف محمود. سريعا أنقل الكلمة والصورة للزميل الإعلامي المتميز تامر صقر، ونجوم التحليل في استاد النيل الكباتن علاء نبيل، ضياء السيد، علاء ميهوب. هذه الكرة تاني اللي فيها الجدل. لكم الكلمة في الاستوديو التحليلي في استاد النيل. إلى اللقاء.